السلام عليكم من جديد. اليوم غادي نشرح لكم بعض الزيوت اللي نتوما محتاجينهم. عندكم وليدات كيقراو وحتى نتوما كتعرضوا لمشاكل، مثلا مشاكل ديال الحكه في الراس، البكتيريا اللي كيكونوا في الراس. هذا الزيت هذا غادي نهضر على زيت الخزامه. ها هي مكتوبه هنا ويل دو لافوند. زيت الخزامه اللي كيحمي من جفاف الفروه ديال الراس، وكيحيد هذوك الميكروبات اللي كيكونوا في الفروه ديال الراس وديك الحكه، كيحميكم من الحكه. وحتى الا كنتو كديروا هاد الزيت هذا ما غيجيكمش القمل والصيبان، لانه كيحمي من القمل والصيبان. اللي نبغيو نديروا لوليداتنا نديروا لهم هنا وهنا في هاد الجبيهه ديالهم هنايا وهنا، كل مره فين ما نشط لهم نحط لهم شويه هنا، ما بقيش غادي يجيهم القمل والصيبان. وإلا جاب الله جاك القمل والصيبان غادي نديروا هذا الزيت هذا اللي صراحه ما عندوش غير انه كيحيد القمل والصيبان، وانما عنده واحد الميزه اخرى، لانه كيقوي الشعر وكيعطيه واحد اللمعان اللي هو خطير. راه العيالات دابا ولاو كيستعملوه غير باش يقوي لهم الشعر، وانتم كتعرفوا ان اي دواء ديال القمل بحال هذيك فيرموغال بحال راه كتقوي الشعر. اي دواء ديال القمل كيقوي الشعر، هذا كيقوي بواحد الطريقه زوينه وكيعطيه واحد اللمعان زوين بزاف بزاف بزاف. عاد كاين عندنا هاد زيت الحبه السوداء، لانه كاين حديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك تداووا بالحبه السوداء، يعني وصى على الدواء بالحبه السوداء. الحبه هاد الزيت ديال الحبه السوداء عنده منافع كثيره بزاف بزاف بزاف، انه كيساعد في علاج الكزيما. الناس اللي عندهم الكزيما فاش يديروا البرودوي ديالهم ويعاودوا يغسلوا وينشفوا مزيان يديروا هاد الزيت ديال الحبه السوداء. وبالنسبه لهاد الزيت هذا راه كيستعملوه حتى الناس اللي فيهم البهك، الناس اللي كيكون فيهم البهك في الوجه او لا في شي مناطق مثلا الظهر ولا المهم البهق، راه كيساعد هذا الزيت هذا وكينقي البشره. بالنسبه لواحد الميزه كاينه في الزيوت ديال شركه ميفا بيجو، هي انهم كيليقوا للشعر والبشره بجوج، يعني ضربوا عصفورين بحجره واحده. فكنصحكم بهذا الزيت هذا ديال الحبه السوداء لانه جد مفيد.